أول حاجة نعملها الدعاء. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نلزم هذا الدعاء. نلزم هذا الدعاء على طول. ده مش بعد رمضان بس، ده على طول في حياتنا كلها. يعني ده كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. الحاجة الثانية إن أنا أعمل لنفسي جدول إيماني، جدول للطاعة. جميل. التزم بيه. صحيح. زي ما أنا بعمل إيه؟ زي ما بعض النساء ربنا يبارك فيهم وبعض الرجال بيعملوا جدول للرجيم وبيلتزم، يقول لك لا يمكن أفرط فيه. تيجي تديله سكر يقول لك لا أنا دايت. تعمل مش عارف يقول لك لا. طب لما لا يبقى الجدول زمن للطاعة ده هايل. طب ما أنا كمان دايت عن المعاصي. ما نشغلها دايت. ما نضيعش الوقت بقى. ما بلاش معاصي ونخليها كده يعني يعني دي حاجة. نعمل جدول إيماني. أنا كنت بصلي في رمضان قد إيه؟ 11 ركعة تراويح، ماشي، خليهم 5 ركعتين خفاف وركعتين طوال ووتر. المواظبة. وواظب عليهم. حبوا الأعمال إلى الله أدومها وقل. صمت في رمضان قد إيه؟ الشهر كله. جميل. 30 يوم. أنا عايزك بعد الشهر تصوم 3 أيام في الشهر، تمام؟ ولو قدرت 2 وخميس يبقى جزاك الله خير. جميل قوي. جميل. طيب قريت القرآن كم مرة؟ والله أخت اتصل بيا من دبي أقسم بالله قالت لي ختمت القرآن 26 مرة. الله. يعني كل يوم تقريبا كل يوم ختمة. تقريبا ختمة والله 26 مرة. إن شاء الله. أنا مش هقول لك اختمه 26 مرة، أنا هقول لك اختمه في الشهر 3 مرات، وسهلة جدا. وعلى فكرة سهل إنك تختمه 10 مرات، بلاش 10 مرات، 5 مرات. وهقول لك على طريقة سهلة جدا تقدر تختم بها القرآن 5 مرات قبل كل. في الأيام العادية. في الأيام العادية. قبل كل فريضة اقرأ جزء من القرآن. الجزء ياخد معك تلت ساعة. روح المسجد بدري تلت ساعة، افتح المصحف، تمام، صلي ركعتين تحية المسجد وافتح المصحف اقرأ 20 صفحة. ده رأيه جميل. جميل قوي كده، مش هكلفه حاجة. قبل كل فريضة. في اليوم يبقى كام؟ 5 فرائض في الشهر. 5 ختمات. 5 ختمات في الشهر، مرتاحة وجميلة وزي الفل. حاجة سهلة وبسيطة. وحاجة سهلة بسيطة. مش هشعر بالإرهاق أو تعب. كنت في رمضان بتعمل إيه؟ بتذكر ربنا كتير جدا، صح؟ أيوة. لسانك إيه اللي هيعطله؟ ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لما الراجل بيقول له يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام فأخبرني بأمر أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. سبحان الله. النبي جمع له كل حاجة فيه، لأن الإنسان لا يفعل معصية وهو يذكر الله. وأنا أتحدى واحد يكون بيبص على بنته أثناء ما بيذكر ربنا. خد بالك كتير يقول لي مش عارف أغض بصر، أقول له اذكر ربنا. يقول لي طب الذكر يعني؟ أقول له بس جرب. والله لا يجرب، لكن بس دوق طعم الذكر. فهو ماشي كده كتر من سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. طب بالله عليك الصعصم واحد بيقول لا إله إلا الله والله أكبر وهيبص على واحدة. أنا لا أتخيلها. الله يبارك لك. صح. مش ممكن بجد. علاج غض البصر، علاج البصر ذكر الله. ذكر الله. علاج أي شيء في الدنيا ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. والحديث الثاني مثل البيت الذي يذكر فيه والبيت لا مثل الحي والميت برضه. سبحان الله. طب ده النبي له حديث سبحان الله إعجاز. ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إيه ده كل ده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. يا الله. وذكر الله عارف يعني أستاذ عاصم، عايز أقول حتة صغيرة عن ذكر الله. الناس فاكرة أولا ذكر الله 5 أنواع. ذكر الله عند ورود الأمر، جالك الأمر وأقم الصلاة لازم تصلي، يبقى أنت لو صليت أنت ذاكر لله. البس الحجاب لو عملتيه تبقى أنت ذاكرة لله. طيب ذكر الله عند ورود النهي، اوعى تشرب خمر، اوعى تمشي مع النساء، ذكرت ربنا في النهي. نعم. لو عملت كده أنت ذكرت الله. ذكر الله في الأحوال والمناسبات، عند دخول المسجد، عند الخروج، عند دخول البيت، عند أتيان الزوجة، عند كل ده ذكر الله. ذكر الله المقيد بعدد، بعد الصلاة تسبح 33 وتحمد إلى آخره. ذكر الله المقيد المطلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا. لكن أعظم ذكر، خد بالك بقى من حتة مهمة أوي أوي، المنصت أو عزم، أعظم ذكر في الكون ده كله، نعم، أن يكون الله منك على بال دائما. إزاي بقى؟ واحد راح يشتري علبة سجاير فهو بيشتريها فافتكر ده ربي حبيبي حرمها. لا يا عم خد السجاير واديني بداله جبنة أو حلاوة أو أي حاجة. امتثال. فإن فعل كده فالله منه على بال. واحدة خارجة ومتزينة وعاملة في نفسها بقى فول ميك اب واسترتشات ومش عارف ايه، فهي خارجة يا خبر ابيض فين بقى يدنين عليهن من جلابيبهن؟ لا خلاص يا رب والله لا يمكن. استقبحت المنظر رجعت تاني. وهو ده معنى لبيك اللهم لبيك. لبيك. جئتك بحب. الله. شفت المعنى الجميل ده؟
لو استحضر المعنى ده اللي رايح يحج هيحج بجد. لبيك اللهم لبيك، أنا جيت لك يا صاحب الجلال والكمال. يعني هو ده المعنى، طاعة لكم. فالحقيقة أنا عارف طبعا الوقت خلص، لكن يعني مش عايزين للأسف أنا يعني أنا فعلا عايز الوقت لكن آخر ساعة وساعة. يبقى احنا استحضرنا كده النقاط. أول حاجة الدعاء. أيوة. تاني حاجة إن احنا نعمل نفسنا جدول إيماني. نعم. تالت حاجة إن احنا ربنا يكرمنا ونلزم بقى زي ما قلنا القرآن وآخر حاجة إن احنا ندخل السعادة اللي حوالينا. يا ريت نصالح كل المخاصمين، وده من ذكر برضه. نصالح كل المخاصمين، نرضي الأم والأب، نرضي الزوجة والأولاد، نرضي جيراننا، نرضي حبايبنا كلهم. وفي آخر حاجة، ودي أنا كنت عايز أقول لها برضو مهمة قوي، إن إحنا ما ننساش أبدا إخواننا في فلسطين والعراق، إخواننا في المسلمين في كل مكان، ندعي لهم دايما ونحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما ننساهمش في أي صلاة. ربنا يبارك في جميع رب العالمين. ربنا يبارك لك شيخ محمود. الحقيقة أنا أكرمني الله كل الكرم ده اللي أكرمني ربنا والله. والله هو أنا كنت مشتاق جدا جدا لقاء حضرتك، وإذ بي ألتقي بك في رحاب قناة الرحمة. الله يخليك يا أستاذ، ربنا يبارك فيك. بارك الله فيكم، وإن شاء الله لا تحرمناش. هو لقاء رحمة الحمد لله، لقاء رحمة في قناة الرحمة، وتكون ثمرته الرحمة، الفوز بالرحمة إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم. إن شاء الله يعني تسعدنا بلقاءات أخرى. الله يخليك في قناة ربنا الرحمة. يبارك في عمرك يا رب، وشرفتنا. الله يخليك، وإن شاء الله تكون معنا بإذن الله. إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت بالصحة والسلامة، ربنا يبارك فيك وكل المشاهدين.